عادة استقبال المواسم العبادية يحتاج تهيؤ. كل ما زادت أهمية هذا الموسم كل ما زاد الحاجة إلى التهيؤ المعنوي والمعرفي لاستقبال هذا الموسم. أيام تفصلنا عن شهر محرم الحرام. هذا الشهر بقائنا، حيويتنا، تفاعلنا، استمرارنا كان ببركات هذا الشهر الكريم. وكلمة السيد الإمام: كل ما لدينا من عاشوراء، كل ما لدينا من محرم وصفر. تستنهض هذه الحالة من المؤمن يكون حريص على الاستفادة من هذا الموسم أعلى درجات الطاقة والوسع للاستفادة من موسم عاشوراء. الكل إن شاء الله يكونوا مستفيدين، ولكن اللي يحرص على تهيئة نفسه معنويا ومعرفيا يقبل على مجالس سيد الشهداء، يقبل على أجواء شهر محرم الحرام، حصيلته تكون هم كذلك استثنائية إن شاء الله. فمهم حالة البحث المعرفي أو التهيؤ المعرفي قبل الدخول إلى موسم العبادة وموسم شهر محرم الحرام. من الكتيبات الجميلة كتيب صغير ويعتبر من البحوث اللطيفة والجديدة تحت عنوان أدب الحضور. المؤلف الشيخ محمد تقي بخش من تلاميذ الشهيد المطهري وتلاميذ العارف آية الله سعادة. في هذا الكتاب الجميل في أن الفصل الأول يتكلم عن بشكل نقاط عملية وله جانب عملي ومبسط للاستفادة من مجالس أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. والقسم الثاني لزيارة أبي عبد الله، خصوصا زيارة الأربعين. فزيارة الأربعين تحظى بأهمية خاصة، وجميل أن المؤمن هم يهيئ نفسه قبل الزيارة. ففي هذا الكتاب في الجنبتين، جنبة مجالس سيد الشهداء والجنبة الثانية اللي هو زيارة الأربعين، فبكون معين وبكون خير زاد للتهيؤ لهذه المواسم الإيمانية الخاصة. والحمد لله رب العالمين.